اطول سندوتش شاورما في مصر ب75 جنيه بس. رحنا شعلة الشام اللي في شارع اطلس، تدخلوا من عند بنك فيصل من على البحر في العصافرة، ومن اسواق الشريف من جمال عبد الناصر. وشعلة الشام لشاب سوري محترم اسمه موفق، وربنا يوفقه ان شاء الله، بيدرس هنا وفتح بقاله 8 سنين مشروعه، وسمعنا انه مميز بالشاورما السوري ورحنا نجرب. وعنده الفته ولا الماريه بالتوميه والخيار المخلل والشيدر والشاورما عليها ودبس الرمان، حاجه وهم. والوجبات بالرز البسمتي وقطع الفراخ كبيره مع البطاطس والتوميه والعيش، وكمان وجبات الفراخ ونفس الكلام ب 65 جنيه بس. ونيجي بقى سندوتش الترند واسمه الاباتشي، ويحط له عيش عشان يمسك نفسه والتوميه، وينزل عليهم بالشاورما فراخ وعليهم بالصوصات، وقفل يا معلم. واحد اباتشي طويل وكبير يكيف الدماغ ويروق عليك وينزل على الجريل. السندوتش الفرنساوي ده بقى بيحط فيه بطاطس، وواحد سوبر رول فراخ محشي جواها مشكل جبن باللانشون حكايه. وجبه الكريسبي ده ب 55 جنيه بس، معاها بطاطس وتوميه وعيش ومخلل. وخدنا الاكل وطلعنا على البحر وبدانا نفرش الاكل، والجو كان جامد والمنظر حلو قوي، ومنظر الاكل مع الغروب والمراكب والشط جمال ساحر. ودخل نصر على الماريه مع التوميه جامده قوي وطعمها حلو جدا، والفراخ كانت تسويتها كويسه والرز كويس. ودخل اسلام على السوبر رول بقرمش ولذيذ. فتت الشاورما الميكس الشاورما الفراخ في حته تانية وجميله قوي. ونيجي للاباتشي، وده حكايه وروايه وطعمه جامد قوي، ده عايز 3 ياكلوا فيه، وسعره حلو جدا. وقعدنا بقى استمتعنا بجمال البحر والمنظر وكوبري العصافرة الجديد. كانت تجربة رائعة ومميزة جدا، واتمنى تجربوها، ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جي.